هنا عندنا حاجتين على مستوى الفكر وحاجتين على مستوى الفعل. أول حاجة على مستوى الفكر إن أنا أعرف إن الملل الزوجي مش أقل خطورة من المشاكل الكبيرة سواء المادية أو في العلاقة الخاصة أو الخيانة. الملل الزوجي هو سايلنت كيلر، قاتل بس صوته واطي وبيشتغل بالراحة، فمحتاجة أجيبه على سطح دماغي واحترمه واحمي علاقتي منه. أنا لما بزهق من شعري ولا بزهق من شكلي ولا راجل بيزهق من شغله بنزل أغير شعري وبشتري حاجة جديدة، او راجل بيسافر يومين مع اصحابه بعمل اكشن ايجابي. لكن لما بشعر بالملل الزوجي بقف اتفرج عليه في معظم الاحيان، يا اما بقول هو ده الجواز ودينا عايشين، يا اما برمي اللوم على الطرف الاخر لانه ده اسهل، لكن ما باخدش حركه ايجابيه. دي اول حاجه على مستوى الفكر. تاني حاجه على مستوى الفكر اني افصل ما بين ان الملل الزوجي مش معناه ان الحب انتهى، كتير بنتلخبط بين الاتنين فاليأس بيكون اسهل. الملل الزوجي معناه ان الحب مستخبي، محتاج حركه مني ان انا اقرب منه وارجع اتواصل معاه تاني. فبنفتكر احنا ما بنحبش بعض لحد ما لا قدر الله حد فينا يحصل له ابتلاء او حادثه مثلا، ونعرف ان احنا ساعتها ما نستغناش عن بعض. الحاجتين بقى اللي على مستوى الفعل ان انا افعل دايناميك الصداقه. فكر انت مع اصحابك او انت مع اصحابك بتعملي ايه، بتكلميهم قد ايه، بتلجئي لهم ازاي، بتعبر عن ده ازاي، بتهزر ازاي وبتضحك ازاي وبتعمل انشطه مشتركه ازاي. هات بقى دايناميك الصداقه الحلو قوي ده وطبقه على الجواز، فابدا اتعامل مع شريك الحياه مش على دايناميك الجواز، على دايناميك الصداقه. كان والدي دايما ربنا يبارك في عمره يقول لي قبل ما اتجوز اهم حاجه انكم تكونوا صحاب. الحاجة التانية على مستوى الفعل ان انا افتكر ايامي الاولانية، افتكر قد ايه كان عندي فضول واهتمام في الشخص ده، اتفرج على الفرح بتاعي، اتفرج على الصور القديمة، وافكر نفسي ان الشخص ده هو لسه موجود. انا بس اللي محتاجة اقرر ان انا يبقى عندي اهتمام بيه زي الاول.